السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الجمهور العظيم يعني اللي كسبنا البطولة ووصلنا نهائي الكونفدرالية، وخلينا النهارده مبسوطين قوي قوي ان في لعيبه خدت احسن لاعب في الدوري واحسن لاعب في مكانه واحسن ناشئ والكلام ده كله، فكنا مبسوطين قوي من اللي حصل يعني. الا مجلس اداره نادي الزمالك. مجلس اداره نادي الزمالك استلم النادي، غرامه الكهرباء خدها بالمصري، الارض اتاخدت منه، كل الملفات كوره والطايره والسله فشلوا فيها، ما جبناش فلوس للنادي، غرامات كتيره جت على النادي تاني، هم كانوا داخلين النادي فيه غرامات بالفعل يعني، هم عارفين الكلام ده يعني. زيزو ما اتباعش، ادوه للنادي الاهلي، سلموا المهمه لجون واتفضل، معناش فلوس، معناش. الراجل خد المهمه الصعبه المستحيله اللي خارج الطبيعه، وقدر يحارب القوه الماليه والقوه الفنيه والقوه الاعلاميه من انديه كتيره جدا، وخد دوري ووصل نهائي الكونفدراليه، وخلينا كلنا مبسوطين وزي الفل. وجه في يناير الاداره قالت له معيش فلوس، اتصرف، الارض اتسحبت والفلوس اللي خدناها من الارض مش لاقيينها، هنعمل ايه؟ بعت اهم اتنين، دونجا وناصر ماهر، والناس المتزملكين، ايه يا عم جون ده سمسار، ده زي يمسك النادي، ده بوقع النادي، ده انتوا اللي سماسره يا متزملكين، يا اساطير، يا نجوم، يا عالميين، ده انتوا اللي سماسره. ده جون من ساعه ما مسك، بصوا يا جماعه جمهور الزمالك ركزوا في الكلمه دي قوي يعني. الناس اللي كانت موجوده قبل جون، التسريبات كانت قد ايه؟ تسريب تشكيل، تسريب اللعيبه اللي جايه واللي ماشيه، خناقات، تسريب فلوس اللعيبه، خناقات مجلس الاداره، ده كله تسريب. جون لما مسك كان في تسريب؟ يبقى العيب في مين يا جمهور الزمالك العظيم؟ نظريه المؤامره صدرها لنا الاسطوره بتاعنا. هو في مؤامره اكتر من كده يا جدع انت؟ مفيش فلوس في يناير، مفيش في عقود، وقف القيد، وخدنا بطوله عشان معانا لعيبه رجاله ما سلموش نظريه المؤامره، عارفين اللي هيتظلموا وراهم جمهور عظيم وخدنا. هم لعيبه الرجاله فعلا. يا راجل الاسطوره بتاعنا يا راجل ما بيباركلناش على صفحته، بيبارك للناس كلها وبيقبض من كل القنوات ورئيس نادي وبيقبض من كل حاجه وسايبنا احنا. ما بيعملش، قول لي عمل للزمالك، هو لاعب ما عملش حاجه، ما خدش بطوله قاريه. طب لما مشي استفاد من نادي الزمالك استفاده غير عاديه، ان الجمهور اداله اسم كبير وشعبيه كبيره، فاد نفسه بيها. هو ده كنت بتكلم فيه. كل اللعيب استفاد من نادي الزمالك بره ولا تسالوا فيه، بعد ما طلع اهو هو اللي مستفيد بكل حاجه. قول لي احنا استفدنا منه بايه؟ جاب لنا اعلانات بره على النادي، جاب لنا فلوس، عمل حاجه؟ احنا لازم نبقى كده، عشان كده خدنا دوري. لما العاطفه من جمهور الزمالك راحت، مفيش عاطفه، خدنا دوري. الغوا العاطفه، ما تحسوش مع حد خالص. ده شون ده اللي بدعمه دلوقتي، لو لقيته فاشل اداريا انا وواحد هنتقده وهاجمه، انما الراجل ناجح نجاح رهيب، فبيحاربوه وعايزين يخلصوا عليه. ايه يا عم، هو اللي هينزل اللعيبه قدام كفاءه الدوري ومقدم عقود؟ ما انتوا بتعملوا في النادي نفقش وتعملوا ايه في النادي؟ انتوا بتعملوا طب انتوا اجتمعتوا مع اللعيبه، عملتوا حفله للعيبه فوز بالدوري، عملتوا حفله في النادي، حفله في فندق، جمعتوا اللعيبه، احنا يا جماعه احنا اسفين وان شاء الله اديكم فلوس كمان يومين 3 4. ده انتوا بتعملوش حاجه خالص خالص، اقسم بالله. ايه ده ليه؟ انتوا يا نهار اسود. النادي الوحيد اللي ادارته زعلانه اللي خد دوري، تخيل، النادي الزمالك. يا نهار اسود. راجعوا الشريط يا جمهور الزمالك اللي انا قلته ده وركزوا في الفيديو ده، الفيديو ده اهم فيديو عملته في حياتي. السلام عليكم.